بوعدك ان شاء الله لو حضرتك طبقت الكلام اللي في الفيديو هتلاقي الوان الشاشة بتاعتك ممتازة جدا والصورة ستبهرك. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معظم الناس بتشتكي من الوان الشاشة بتاعته، بيقول لي انا اشتريت شاشة ولما شغلتها لقيت الالوان بتاعتها الوان مش كويسة خالص، والصورة كده مش ناطقة، زي ما بنقول بالبلدي الصورة مش ناطقة او الصورة مش واضحة. ولكن لما بروح عند حد تاني بتفرج على الشاشة بتاعته بلاقي الشاشة الوانها مظبوطة جدا والالوان طبيعية، ولما اتفرج على ماتش بحس ان فعلا بتفرج على ماتش. ولكن قبل ما اشتري الشاشة كنت بتفرج على التلفزيون والوان التلفزيون احسن من الشاشة. يا ترى العيب فين؟ العيب من الشاشة ولا العيب من ايه بالظبط؟ عشان كده هقول لك النهارده على الكلام اللي لازم تسمعه حضرتك وتطبقه عشان تتفرج على الوان طبيعية في الشاشة بتاعتك. اول حاجة طبعا الشاشة ليها عامل اساسي جدا في الالوان بتاعت الشاشة، ولكن الامر الثاني والمهم جدا الريسيفر. لازم حضرتك لما تشتري شاشة تجيب ريسيفر معالج جي اكس. المشكلة اللي بيعملها كل الناس لما بيروح يشتري الشاشة على طول بيقول للمحل اللي بيجيب منه الشاشة اللي هو ادوات منزلية، بيقول له انا عايز ريسيفر كويس. طبعا صاحب المحل ما عندوش الخبرة الكافية في الريسيفرات وايه هو الريسيفر اللي يشتغل مع الشاشة كويس ويخلي الوانها طبيعية، فبالتالي على طول بيديله الريسيفر المنتشر اللي هو ريسيفر معالج سان بلس. وطبعا الزبون ما بيعرفش حاجة الا من رحمة، الا بعض الناس بس بتعرف ايه هو معالج جي اكس وايه هو معالج سان بلس، ولكن ناس قليله جدا. ولكن طبعا اللي ما بيعرفش بياخد الريسيفر ويشغله وبعد تشغيل الشاشه بيلاقي الالوان بتاعتها مش مظبوطه. عشان كده بقول لك ما تشتريش ريسيفر معالج سان بلس، بيع الريسيفر اللي عندك المعالج سان بلس او شغله على تلفزيون تاني او خليه عندك وروح اشتري على طول ريسيفر معالج جي اكس. ولو الفلوس الماديات معاك كويسه هقول لك اشتري معالج جي اكس قوي، اشتري ريسيفر اسمه نوفا اي اير برو. الريسيفر ده ممتاز جدا في جوده الصوره. ولو حضرتك الفلوس معاك مش كبيره قوي او مش متوفره بشكل كبير هقول لك انك تشتري كيو ماكس اتش 2 من 4. الريسيفر ده معالج جي اكس. لو حضرتك عايز تتفرج على الصوره بجوده صوره ممتازه جدا وكمان الوان طبيعيه يبقى لازم حضرتك تشتري ريسيفر معالج جي اكس. وسيبك بقى من اللي يقول لك علي الالوان شويه، وضح السطوع شويه، الكلام ده كله. هقول لك لما تشتري الريسيفر المعالج جي اكس كل اللي عليك هتعمل ضبط مصنع للشاشه وبعدين هتركب الريسيفر وبعدها هتشوف الفرق الكبير بين الريسيفر المعالج سان بلس والمعالج جي اكس. يعني حضرتك لو ما زال عندك ريسيفر المعالج سان بلس ركبه الاول وشوف الصوره، وبعد ما تركب المعالج جي اكس شوف الصوره بعدها هتلاقي فيه فرق كبير جدا في جوده الصوره. لو عندك اي استفسار يخص هذا الفيديو سيب لنا اسفل الفيديو وان شاء الله هنرد على حضرتك في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.